ويجز نزل ألبومه الجديد، ألبوم يخليك تسأل سؤالين مهمين جدا، سؤالين مختصرين قوي، سؤالين من كلمة واحدة: ليه وازاي؟ ليه واحد فنان يعتبر من أقوى الفنانين اللي جم في جيله وواحد من أحسن الفنانين في التاريخ يختار بنفسه إن هو يعمل حاجة بالمستوى ده؟ وازاي قدر أصلا إن هو ينزل بمستوى للدرجة دي؟ كل ألبوم بينزل أو كل تراكات بتنزل بنسمعها مع بعض الأول وبنتكلم عن البارات وبنحلل الكلام وبعدها بنشوف هل هو حلو ولا وحش. بس انا هنا ببدأ الحلقة بان هو وحش. هنسمع مع بعض التراكات وهنشوف مع بعض الالبوم بيقول ايه. بس فعلا الموضوع مش مفاجأة خالص ان انا اقول لك ان هو وحش من اول ما ابدأ الفيديو، ولا انت متفاجئ لان انت عارف ان الالبوم وحش، عارف ان واحد بمستوى ويجز انت بتبقى رافع سقف توقعاتك قوي للي هو هينزله. ممكن هو يقل عن سقف التوقعات ده، طبيعي جدا، بس مش للدرجات دي، ومش كل التراكات اللي في الالبوم يبقوا واقعين، مش منطقي. وده اللي بيخليني اسال ازاي فعلا مفيش تراك واحد يعجبك، مفيش تراك واحد تحس ان الالبوم كله ممكن مش احسن حاجه بس ده التراك الاوف واللي هاي فايرال واللي الالبوم كله معمول عشانه. مفيش الكلام ده، مفيش حاجه خالص في الالبوم ده تخليك تحس ان هي دي النقطه الايجابيه فيه. ليه ويجز عمل كده؟ الصراحه ما اعرفش، او هقول لك تحليلي للموضوع في الاخر. بس ليه انا بقول كده، ليه انا شايف ان الالبوم بالسوء ده؟ هقول لك. هنتكلم عن التراكات، وبسبب ان انا طبعا بهاجم الالبوم فما اضمنش الواحد بيبقى بيتكلم كويس عن التراكات وبياخد كوبي رايت، ما بالك بقى لما اكون بتكلم وحش؟ مش بعيد الفيديو كله يتحذف. فعشان كده لو انت ما سمعتش الالبوم روح اسمعه وتعالى اسمعه، لان انا هنا ممكن اعرض لك بار عشان ما ابلعش كوبي رايت والفيديو يتمسح. فعموما ننزل اعمل لايك سبسكرايب وفعل زر الجرس تابعنا على الانستجرام، ويلا بينا نبدا. دايما عندي قاعدة في أي تحليل لأي ألبوم أو أي تراكات عموما إن أنا أديها أكتر من فرصة. لو هي مش عجباني، لو هي عجباني عادي حل التراك من أول مرة وأقول لك رأيي فيه من أول ما أسمعه. بس لو هو مش عاجبني لازم أديله وقته، عشان ما اطلعش أقول لك إن هو وحش وبعد كده أكتشف إن أنا اتسرعت. في تراكات كتير بتبقى في الأول أول ما بتسمعها مش حاببها، لأن أنت مثلا كان سقف طموحك عالي فده كان أقل من سقف طموحك. بس أنا لأ، أنا ما كنتش رافع سقف طموحاتي. انا كنت متوقع اكيد اللي هينزل مش هيبقى بنفس الجمدان اللي انا متوقعه، لازم يبقى مختلف. ده عنوان المرحله، التراكات المختلفه. فانا مع اي حد بينزل حاجه مختلفه بقعد ادي مبررات، بقول ان هو مش صح ان هو يكرر نفسه ولازم يغير جلده، حتى لو ده مش هيعجب ناس بس هيعجب ناس تانية. لكن كل الكلام ده ملوش اي علاقه بالبوم ويجز. ولا مش بعد فتره مثلا هنكتشف ان احنا كنا ظالمين الالبوم وان هو كان جامد بس احنا اللي ما كناش فاهمينه. لا لا، مفيش الكلام ده. حرفيا التراكات فاضيه، التراكات وحشه، في حاجات ما تقبلش الاسم على اتنين. والدليل ان معظم الكومنتات ان ما كانش كلها شايفه ده. فده بياكد 100% ان الموضوع مش موضوع تسرع، الموضوع ان فعلا الالبوم ده خايش، الالبوم ده اقل بكتير من التوقعات ومن مستوى ويجز. تعالى مثلا نمسك اول تراك. اول تراك حرفيا لو شلنا منه بارين انا اقدر اقول لك ان التراك ده ما يعملوش رابر مبتدئ. هما بارين بس اللي نقدر نقول في التراك ان هما جامدين، او ان هما يجي منهم، فاهم؟ حاسس ان الحمل تقيل شايل مزيكة البلد. حاسس ان الحمل تقيل شايل مزيكة البلد. ده بار جامد، بار اتقال فيه حاجة، بار هو بيقول فيه ان حمل المزيكا في مصر كلها على كتافه، لان هو الجديد، هو المستقبل بتاع المزيكا في مصر. دي حقيقة. بس السؤال، هل فعلا انت حابب ان ده يكون شكل المزيكا في مصر؟ لان ويجز لما بيعمل تراك الموضوع ما بيعديش كده، انت بتلاقي حرفيا نص الفنانين اللي بيشفوا بيمشوا على نفس اللون. وده لان ويجز بيجيب ارقام، فهم في الاخر هدفهم ارقام فبيقلدوه. فالسؤال، هل ده اللون اللي انت حابب تسمعه كتير الفتره الجايه؟ هل دي نوعيه تراكات بني ادم طبيعي يدخلها البلاي ليست بتاعته؟ انا صراحه شايف لا. فالبار ده حقيقي، وفي نفس الوقت بيقول لك انا ليه زعلان من الالبوم للدرجه دي، ان مش مجرد يا عم عادي البوم مخيش، لا هو البوم مخيش ونازل بعد 5 سنين من اخر البوم لويجز. انا كنت متوقع حاجه اعظم من كده بكتير، فاهم؟ مش اقول لك حاجه خرافيه وغير طبيعيه، بس على الاقل في نفس مستوى ويجز. تاني بار هو برضو اخر بار في الفيرس التاني، واللي بيقول فيه لما تبقى ويجز مش محتاج تفليكس. البار ده حقيقي. مين ما يعرفش ويجز؟ هل ويجز محتاج ان هو يقول ان هو عنده وعنده وعنده؟ لا. فهنا بقى السؤال ده بيتقال لويجز ليه حرفيا اكتر فكره اتكررت في كل التراكات هي فكره الفليكسنج. ليه اكتر حاجه انت ركزت عليها انك تفليكس في كل التراكات؟ يا عم اتكلم عن الحسد زي زمان، بس ما تركزليش قوي على ان انت مليونير ومعاك فلوس وبتعمل وبتسوي. او اعمل ده بطريقه حلوه، اعمل ده بصياغه كويسه، اعمل ده براب جامد. يعني ايه؟ وليه التناقض؟ ليه تقول لي انت مش محتاج تفليكس عشان انت ويجز وفي نفس الوقت انت بتفليكس في الالبوم كله؟ فماشي، ده كان اول تراك. واللي على فكره لو غطينا الاسم وخلاص ده مش ويجز وهو حد منزل التراك ده كنت هقول لك ان هو وحش برضه.
فلا يعني بجد حاجه غير مقبوله اطلاقا، لا من ويجز ولا من غيره. فنخش على التراك التاني، هو تراك سوبر هيرو. طيب مش عايز برضو اهاجم قوي التراك ده، تعال نحاول ان احنا نتكلم بشكل ايجابي. التراك ده كان ممكن يبقى حلو، بس فيه مشكلتين بجد مخليني مش قادر اقول ان التراك ده جامد. اول مشكله هي ان الريمات ضعيفه جدا، الريمات ضعيفه قوي، اذاني واحد تاني عشاني مريحاني، كلام فاضي فاهم، دي مش ريمات. انت لو جبت واحد بيقول شعر في الاذاعه المدرسيه هيقول ريمات اتقل من دي، فانت مش قليل عشان تقول لي الريمات دي. وبيقفل الفيرس بكلمه روحوا تعالجوا، فاهم؟ لا هي رايم ولا هي، عارف انت واحد بيتكلم حرفيا فتح المايك وقاعد بيتكلم معاك، ما بيقولش، ما بيرابش، ما بيغنيش، فاهم؟ فيعني ايه يا اسطى؟ وبعدين التراك كله حرفيا والله بجد 8 مبارات. يعني ايه يا اسطى تراك 8 مبارات؟ ده انت لو عامله الستوري انستجرام هيبقى اطول من كده. فماشي، ده تاني تراك. نروح لتالت تراك وهو ام بي سيز. الحاجه الوحيده ممكن احلها في التراك ده هو اسمه، والذكر في بور في التراك برضو ام بي سيز. يعني ايه ام بي سيز؟ الام بي سي هو الشخصيه اللي بتبقى مش مهمة في اللعبة، الشخصية اللي انت اصلا ما بتتحكمش فيها. يعني الشخصية اللي انت بتتحكم فيها بيبقى معاه شخصيات تانية في اللعبة، الشخصيات التانية دي مش انت اللي بتتحكم فيها، اللي بيتحكم فيها الكمبيوتر، وغالبا ما بيبقاش لها تأثير قوي، او من الاخر هي مش شخصية رئيسية، هي مش الشخصية المهمة. كلهم في الاخر بيتحركوا بشكل آلي، فاهم؟ فيقصد ان هم ما عندهمش شخصية، او هم شخصيات فرعية، او الرابرز عموما اللي في الراب سين كلهم ام بي سيز. وبجد التراك ده هو من اصعب التراكات في الالبوم، لان انا ما كنتش حابب اكمله. انا وانا بسمعه عشان احلله حاسس بازعاج، فاهم؟ فانت عايز تقنعني ان انا ممكن بعد فتره احس ان لا انا هرجع اسمع التراك ده وهيعجبني واحس ان انا كنت ظالمه؟ مش ممكن، التراك نفسه مزعج. انت عارف انا قاعد مستني التراك اللي اتكلم عنه كويس عشان يبقى الفيديو متوازن شويه وانا بتكلم، مش لاقي تراك حرفيا يبيل ريقي. ده التراك الوحيد اللي فيه امل، التراك الوحيد اللي يجي منه. بس عندي برضو كذا مشكله معاه، زي انه قصير جدا. يعني بجد انا فاهم فكره ان حاليا الجديد ان التراكات تبقى قصيره، التراكات تبقى دقيقه وشويه والكلام ده، بس تبقى تقيله، فاهم؟ يعني اديني دقيقه وشويه جامدين قوي لدرجه ان انا افضل اعيد فيهم، فاهم؟ لكن ان التراك يبقى قصير كده تحس ان هو فاضي. بس هو لا، يعني ده الصراحه مش بالسوء اللي احنا اتكلمنا عنه عن باقي الالبوم، ومش فاضي، لا هو في كلام، في حاجات مهمه، زي مثلا ان هو نكش في مروان بابلو في كذا بار، مش بار واحد، زي ميني موجي حلبو، كل ما يقول لي الموجة بتاعتي اقول له الموجة بتاعتي. هو هنا غالبا بينكش مروان بابلو في البار ده، رغم ان هو مش حاجه مباشره قوي. حته شرف ليك انك في الصوره جنبي، بار رايق جدا. حته ان احنا الاتنين نتقارن ببعض، ده شرف ليك. بار سهل الصراحه، يعني مش اقوى حاجه فاهم؟ بس من كتر اليأس اللي احنا حاسين بيه في الالبوم، لما بنلاقي حاجه كويسه بنسلط الضوء عليها. مش كل الناس عايزه صوت والغنى برضو، انا ما بحبش ان انا امسك بار واقول عشان قال الكلمه دي وده قال الكلمه دي يبقى عليه، خصوصا ان البار هي كلمه عايمه قوي واصلا مثل، فاهم؟ بس كون ان بابلو قال عايز الصيت مش الغنى، وهنا يقولك مش كل الناس عايزه الصيت والغنى، يعني لا فاهم، ممكن. وخصوصا ان تراك ابو مكه كان فيه نكش كتير على ويجز، ارجع لفيديو تحليل بيف نكش مروان بابلو ويجز اللي على قناه ام اي راب مش على القناه دي، هتلاقي ان ابو مكه كان تراك مؤثر جدا في بيف بابلو ويجز. وبس التراك بيخلص اول ما تحس ان هو جامد تلاقيه خلص، وتنكر اتكلمنا عنه على ام اي راب وقلت عنه كلام ايجابي كتير لان كنت شايفه صراحه كويس. فتنكر يمكن هو الفلته في الالبوم ده، بس برضه مش اقوى حاجه، لكنه مش وحش، بالعكس هو كمان انا شايف ان هو جامد. شوف انا طموحي قليل ازاي، شوف انا سقف طموحاتي فين اصلا، انا سقف طموحاتي عند تنكر، مش عايز حاجه يا عم اعلى من كده، بس ما يبقاش اقل بقى، فاهم؟ نروح للتراك اللي بعده والتراك السادس في الالبوم ده وهو تراك ريليفانت. طيب عموما التراك ده شايف ان هو مقبول، مش هقعد اهاجم كتير ولو ان هو وحش قوي ولا القصه دي، لا هو تراك مقبول كويس، ممكن بعد كده احبه. بس هي الفكره ان هو ماسك نفس التون من اول التراك لاخره. التراك قصير جدا زي معظم تراكات الالبوم، زي ما كانش كلها، بس هي الفكره ان هو انت بتكرر كلام كتير في التراك وفي نفس الوقت ماسك فلو واحد وتون واحد للتراك كله، ويوم ما حبيت تغير دوست مسطره وانت بتسجل ووقفت البيت. دي حاجه اللي هتكسر الملل يعني في التراك. هو عموما التراك مش هيبقى ممل لان هو زي ما قلت لك هو قصير، فانت مش هتلحق اصلا تحس بملل، بس زي ما قلت هو مقبول. في بقى بار واحد انا واقف عنده في التراك ده، الليركس سهله وواضحه، لكن في بار حاسه نكشيه عميقه جدا جدا. يعني بيقول لك انا لو خدت كل الاوفرز هجوعه. والبار ده عايم، يمشي على كل الرابرز عادي ومش قصده حد معين، بس تحسه بيرمي على موضوع اعلان فودافون اللي ابي يوسف خده. الاعلان ده كان جاي لويجز زي ما الجوكر قال، وويجز نكش ابي يوسف عليه، قال الشغله بكام انا برضه فيها وما كملتش. وابي يوسف كان عارف الكلام ده ورد على طول على التراك ده بديس. هو تحسه بيرمي على الحوار ده حته ان هو الاعلانات اللي بيسيبها باقي الرابرز بياخدوها ويعملوها هم، بيسترزقوا منها، فاهم؟ فهم بياكلوا عيش من ورا اللي ويجز بيرفضه. فبار عميق وصايع وجامد. نروح لاخر تراك، هو تراك نو كاب. التراك ده انا مش لاقي حاجه اقولها عنه الصراحه.
التراك خلص زي باقي التراكات بسرعه جدا، وفي نفس الوقت هو شبه باقي التراكات جدا. ودي مشكله. ايه المشكله؟ ان اصلا معظم التراكات وحشه، فكونهم كلهم شبه بعض، فده اللي مخلي ان كلهم يبانوا واقعين. لو كان الالبوم حلو وكان كل التراكات شبه بعض، دي كانت هتبقى حاجه كويسه، لان ده البوم في الاخر او اي بي، فاهم؟ فطبيعي ان كل التراكات تبقى شبه بعض، بس كان يبقى كلهم جامدين. فالتراك ده حاسس ان البيت حلو لوحده والتراك او الليركس حلوه لوحدها، لكن الاتنين مع بعض مش حاسسهم، مش جايين معايا الصراحه خالص. وبس انا مش حابب اطول قوي في الفيديو ده، لان مش عايز ان انا اتكلم اكتر بشكل سلبي عن الالبوم عشان ما يبانش ان انا بهاجم. ارجع لفيديو تنكر، ارجع لتحليل تراك تنكر وشوف انا كنت بتكلم ازاي، شوف انا كنت بقول قد ايه البارات جامده وقد ايه الكليب جامد، لان كان فعلا في شغل، كان فعلا في حاجه انا عارف اتكلم عنها. هنا مفيش اي حاجه حرفيا، لا ليركس كويسه ولا ريمات كويسه، ولا حتى ويجز عرف يضحك عليك ويخطفك بشخصيته وبالطريقه بتاعته، ولا حتى البروديوسر شال الالبوم مثلا، فانت هتسمع عشان البيتات جامده. مفيش اي حاجه، مفيش اي حاجه انت قادر تقول بس هي دي الحاجه اللي هتخليني احب الالبوم ده وهتخليني ارجع اسمع التراكات دي. فلا الصراحه انا مش عاجبني الالبوم، وخصوصا ان ويجز كان غايب فتره طويله جدا قبل الالبوم ده، فانت خدت وقت زياده جدا عن اللي المفروض تاخده اصلا، وراجع بحاجه مش احسن حاجه. وهنا بقى نرجع للسؤالين اللي بدأنا بيهم الحلقه. ليه ويجز عمل كده؟ والله التفسير الوحيد للموضوع ده هو ان هو مش عايز يكرر نفسه، مش عايز يعمل حاجه هو عملها قبل كده، وكانش فعلا ينفع ان هو يكرر نفسه ولا يعمل حاجه اتعملت قبل كده. بس في نفس الوقت هو ما كانش لازم يبعد للدرجه دي، ما كانش لازم يروح لحته مختلفه خالص عن الارضيه بتاعته، مختلفه عن اللي الجمهور بتاعه بيحب يسمعه، وحتى مش هيعرف يكسب بيها جمهور جديد، لانه مثلا مش بيغني بوب ولا مثلا بيغني حاجه قريبه من مهرجانات. لا، لا في جمهور جديد هيعجبه الكلام ده، ولا جمهوره هيقدر ان هو يقول تمام الكلام ده زي الفل. فانا شايف الصراحه ان هي خطوه مش احسن حاجه. السؤال التاني كان ايه؟ كان ازاي حد ينزل بالمستوى الدرجه دي؟ الصراحه شايف ان السبب ان هو شايف ان اي حاجه هو هيعملها هتعجب الناس. هو عنده ثقه في اسمه وفي جمهوره لدرجه تخليه ما يبقاش قلقان قوي من اللي هو هينزله، فده يمكن اللي خلى الالبوم لما ينزل يبقى بالشكل ده. فما مش عارف ده تحليل الصراحه للموضوع، ولا اكيد ممكن يكون غلط وممكن يكون صح. عموما انا دايما واخد وجهه نظر عن فانز ويجز ان هم هجوميين وعدائيين. حاولوا ارجوكم انكم تثبتوا لي العكس، وتثبتوا لي ان فعلا لما ويجز بيعمل حاجه وحشه انت بتعترف انها حاجه وحشه، زي ما انا لما ويجز بيعمل حاجه كويسه بعترف انها كويسه، وزي ما قلت لك ارجع على تنكر. فبس ده كان رأيي عن الألبوم ووجهة نظري. قول لي انت رأيك ووجهة نظرك في الكومنتات، وخلينا نتناقش بكل حب وود، واللي هيقل ادبه قسما بالله هديله بالجزمة. وبس ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، تابعنا على الانستجرام، وشوف الفيديو اللي فات يعني كان فيديو عن القراءة وكلام حلو ومفيد والدنيا زي الفل. يعني لو انت ليك في الكلام ده، لو مالكش عادي روح شوف فيديو مراحل تطور شخصية ويجز ايا كان يعني. وبس اشوفكم في فيديو جديد،